تشويله رز قد كده وسكر ومش عارف ايه. احنا نقول له هنا ارجع لرمضان اللي فات، فكر انت جبت قد ايه واستخدمت قد ايه. طب تفتكر يا دكتور السنه دي رمضان هيختلف بعد الثوره؟ يعني احنا في حاجات كتير قوي في حياتنا اتغيرت بعد الثوره، في مفاهيم كتير اتغيرت، في ناس بقت بتفكر بطريقه مختلفه، فهل تفتكر ان ده هيسري على رمضان ولا لا؟ هو حضرتك اللي حصل الثوره اللي حصلت، من انا اقول بكل صراحه، انا بعمل محاضرات جماهيريه، بسال الناس انتوا بعد التخلي حسني مبارك عن الرئاسه حد فيكم خد قرار جواه ان هو كمان هيتغير؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. النتيجه كانت 1% تقريبا. انا ما لقيتش حد قرر. يعني حضرتك انت شوفي في بيت اصدقائك، اهلك، قرايبك، خدت قرار ان انت بعد لما النظام مشي ان انت هتتغير، سلوكياتك هتتغير، عاداتك، افكارك، مشاعرك؟ تلاقي مفيش. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دي نقطة. النقطة الثانية إن طبعا رمضان السنة دي هيبقى مختلف. الناس عندها حب استطلاع للي هيحصل بعد رمضان. في انتخابات مجلس شعب ومجلس شورى، الناس كتير مشغولة بالموضوع ده. إن احنا دلوقتي بلد بلا رئيس، الموضوع ده طبعا هيبقى شاغل الناس. لكن أنا ما أظنش إن العادات الطبيعية بتاعتنا اللي هي زيارات، صلة الرحم، التواصل، اللي يقعدوا في الليل على الحسين، اي حد عنده طقوس متهيألي مش هيغيرها. اتمنى بس ان الدعاوي اللي موجوده على النت ان اول يوم في رمضان، اول جمعه في رمضان نفطر في الميدان، صلاه العيد في الميدان. احنا يعني خلينا الميدان ده يعني زي بيت الحرام، يعني ما ينفعش كده. يعني لازم بقى خلاص كفايه. يعني النهارده كان يعني مظاهره، خلاص رمضان عموما السؤال اللي سالته لك شيرين من شويه اللي هو انطباعاتك او فكرك رمضان السنه دي هيكون مختلف ازاي رمضان ما بعد الثوره، ده نفس السؤال اللي احنا توجهنا بيه لمجموعه عشوائيه من الناس اللي كانوا ماشيين في امان الله لا بيهم ولا عليهم في شوارع القاهره. زملائنا في الاعداد كبسوا عليهم بنفس السؤال ده، ودي كانت اجاباتهم. تابعوا معانا هذا التقرير. في حاجات اكيد هتبقى احسن، يعني الموضوع مش عارفه، ممكن الناس تبقى متفائله اكتر كده الصبح، ما تبقاش متعصبه على بعض زي رمضان بتاع قبل كده. اكيد الناس هتبقى اقرب لبعض يعني، وتقرب من بعض اكتر، هتبقى احلى يعني من اي رمضان فات. تهيألي رمضان هو رمضان، يعني مفيش اي فرق او اختلاف، بس ممكن الناس هتستحمل بعض اكتر وهتحب بعض اكتر. رمضان السنه دي هيكون احسن. كفايه شعور ان انا بدعي ربنا في الصلاه وانا بعد ما اطلع من الجامع في امل. طبعا في فرحه رمضان وفرحه بعد الثوره وهيبقى برضو الشارع نفسه كله بيعتبر تاريخ رمضان لاول شهر او اول رمضان بعد الثوره. الواحد حاسس بحاجه كويسه، بس يعني ربنا يكرم ويصلح الحال كده ويبقى في صبر. بلد فائت، الناس كلها كانت نايمه، فائت بتاع 30 سنه. ده رمضان هيبقى اسمه رمضان حريه. احساس انا مش قادره اصدقه لغايه دلوقتي، بس ده اللي اقدر اقوله لكم. احساس جميل، احساس ممتع. والله انا حاسس ان هو هيبقى رمضان كويس. الواحد حاسس ان هو عمل حاجه، يعني لما نزل الثوره عمل حاجه جديده، فهيبقى رمضان ان شاء الله رمضان كويس. واهم حاجه ان هيجي بعد كده عيد، مش عايزين نسمع كلمه عيد مبارك بقى، عيد سعيد. قال لك اهم حاجه ان احنا مش عايزين نسمع بعد كده عيد مبارك، عيد سعيد، وجهه نظر برضو. المهم ان العيد يكون سعيد علينا كلنا يا دكتور، ولا ايه؟ ويكون مبارك برضو بشكل ما، مبارك ويكون عيد مبارك ما يتعلق بالبركه يعني. وجمال العيد احنا عايزين نغير النظره برضو يا جماعه. احنا عندنا يا اما اسود يا ابيض، مفيش رمادي، يا اما فرعون يا اما اله. لا ده جزء في تركيبتنا كمصريين. عايز تقول يعني انا بقولها بكل صراحه. يعني احنا كل حد ليه محاسنه وليه مساوئه. كلنا اتاذينا من النظام اللي فات، لكن ليه حاجات كويسه. طب هل الكلام ده ينطبق؟ يعني واضح ان انت بتتكلم على طبعا لا حضرتك طبعا لو حد قال كده هيتقال ثوره مضاده، فلول، بائد، الكلام اللي هو طبعا ايه فلول يا دكتور صلاح. لا بس وجهه نظرك. لا وجهه نظر. وانا عمري ما كنت تابع حزب وطني ولا حزب مش وطني. لكن انا بقول اللي يرضي ربنا، ان احنا يا جماعه العمليه مش عمليه يا ابيض يا اسود. الراجل ده ليه ما ليه وعليه ما عليه. سياسه ان لما العجل يقع تقطع سكاكينه دي وحشه قوي في ثقافتنا. النبي لما رجع مكه بعد لما كانوا قتلوا عمه
واتبهدل وراح الطائف وعانى مع اذهبوا فانتم الطلقاء. انا مش بطلب بكده، انا ما بطلبش بكده. طبعا العدل، لان في ناس ماتت وناس اتضرت، لكن العدل زي ما الناس بتقول محاكمه عاجله، فالمحاكمه العاجله ما بتكونش عادله. الاستعجال المفروض انها تكون عادله طبعا. لازم تبقى عادله قبل عاجله. سرعه المحاكمات بغض النظر احنا بنتكلم على محاكمه مين بالتحديد. ايوه هو مطلب منطقي جدا. طبعا انا مع حضرتك، طبعا لازم كل واحد يتحاكم وياخد جزاؤه، وكل واحد اتظلم ياخد حقه، لكن العجله ما يجيبش معاها ابدا قرار صح. ده احنا بندرسه للناس. حضرتك لو انا دلوقتي قلت لك طلبت منك 5 اوامر، قلت لك تخلصهم لي في دقيقه، مش هتنجز ولا واحد، لان انت هترتبك. لكن الناس متصرفه. هو الاجراءات يعني ان هم فعلا فضوا المحاكم علشان الرموز تتحاكم، ده خطوه كويسه، لكن لازم كل واحد ياخد حقه يدافع عن نفسه. المحكمه الرمز بتاعها ايه؟ معصوبه العين. انت يعني يبقى نبعد المشاعر عن القاضي ونبض الشارع، هو ليه بالاوراق وليه، لكن احنا مش قانون الغابه. حصل من فتره ان ناس دخلوا التحرير علقوهم على النخله، شفتها في اليوم السابع، وفي الاخر طلعوا عاطلين، يعني لا بلطجيه ولا حاجه. حضرتك يا دكتور عمرو كخبير تنميه ذاتيه، خليني اسالك السؤال ده وان كان هو شويه مش متعلق برمضان بالتحديد، بس الشيء بالشيء يذكر. هل في سلوكيات طرأت على المصريين بعد الثوره؟ يعني في شويه حاجات انت لاحظتها، انت اكيد تلاحظ اكتر من غيرك. واخد بالك، لاحظت ان ايه اللي طرأ او ايه اللي استجد على التركيبه النفسيه والشخصيه للشعب المصري؟ في حاجات واضحه جدا. انعدام الثقه، الناس ما بقتش تثق في بعضيها، لازم تشوف الحاجه بعينيها. كل واحد بقى عنده الانا عالي قوي، فاكر نفسه رئيس، الفكر بتاعه الايديولوجيه بتاعته فاكر ان هي ديت اللي هتصلح الكون. بقينا باللغه العربيه، انا احب استخدم اول لغه العربيه، شيع، يعني كل واحد بقى متطرف للفكر بتاعه قوي. حتى لما اتعمل مؤتمر للاحزاب اتخانقوا. طب دول انتوا صفوه المجتمع، ازاي تتخانقوا؟ احنا ما عندناش الحوار. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا جالي في استشاره حد بيقول لي انا بصرخ نفسي حد يقول لي اتفلق، ان احنا ما بقاش في حوار ما بيننا، ما بقيناش نتكلم. يعني تخيل حضرتك لما يبقى حد نفسه حد حتى يقول له اتفلق او استجاب. بس انا اسمح لي اقول برضو تعليق يا دكتور. خلينا نشوف الامور من كل الزوايا. يعني في ناس كتير شايفه ان احنا قبل الثوره كان في حاله بلاده، كانت الناس كل واحد شايف ان مفيش فايده والدنيا بايظه والناس اهي ماشيه وخلاص والحياه مش يعني عايشه بالبركه يعني كده. فعايزين نقول ان دلوقتي حصل حاله حراك اجتماعي مهمه جدا، ومن الطبيعي ان يحصل شويه فوضى، مش الفوضى الخلاقه بتاعت كوندليسا رايس، انا بتكلم انه من الطبيعي انه يحصل، يعني بعد سنين طويله من الكبت لازم يحصل شويه لخبطه. بس في حاله حراك، الناس فايقه، الناس عايزه تتكلم، عايزه تطالب بحقها، حتى لو في لخبطه حاصله في واللخبطه دي بطبيعه الحال برضو، معلش قبل ما نسمع اجابه حضرتك، لان احنا كمان متعودين نوعا ما على اللخبطه. او متعودين على عدم الالتزام بقوانين. يعني اسا حتى فيما يتعلق بالشارع والسواقه والاشارات وما شابه. مش محتاج حضرتك احنا دايما انا بحب استند للعلم، لان لما انت تتكلم بالخبره، خبراتك قد تنفع معاك ما تنفعش معايا. العلم بيقول احنا دلوقتي تشوف الاحصائيات، الناس اللي ليها حق التصويت كم في المية متعلم؟ الاحصائيات بتقول حوالي 57%. يبقوا الباقي دول ما عندهمش ثقافه. انا عارف ان ده عيب من النظام القديم. يبقى الناس ديت احنا محتاجين مرحله انتقاليه لحد لما الناس دي تؤهل يبقى عندهم اختيار. انا اكتر ما اخشاه حضرتك انت بتقولي الفوضى، احنا فعلا وصلنا لاعلى درجات الفوضى، احنا وصلنا لاعلى درجاتها. اي حد عايز يعمل اي حاجه بيعملها. انا بمشي في شوارع لا يمكن كان العربيات تمشي فيها، بالعكس انا عمري ما شفت توك توك في ميدان التحرير قدام الجامعه الامريكيه، بقيت اشوف. احنا فعلا في فوضى. بس كان قبل كده برضه يا دكتور كان في فوضى، بس كانت مخفيه شويه. لكن كانت موجوده بس وكانت اندر كفر. دلوقتي الدنيا يعني الفكره حضرتك دلوقتي اكتر حاجه بخشاها ان دلوقتي هيحصل انتخابات رئاسه، الناس ما بقاش عندها هبه من الشرطه وبداوا يكسروا هيبتهم ناحيه الجيش. بلد مثلا البلد بيقول لك الملوش كبير يشتري كبير. نفترض جدلا اكس وواي هم اللي هيوصلوا اخر اتنين، هم اللي هيبقى في منافسه ما بينهم، لان خلاص
القطب الاوحد انتهى. احنا بقينا يعني الفروقات الرينج بسيط جدا. انا اكتر ما اخشاه ان بعد النتيجه انصار كل المرشحين التانيين ينزلوا ميدان انتخابات فاشله مش عارف ايه. لازم الشرطه ترجع هيبتها، لازم انا لما ابقى ماشي بعربيتي وفي كمين وانا معايا بطاقتي وسليم ابقى خايف. لازم لفتره معينه، لان احنا لسه ثقافه الديمقراطيه مش شربناها. فهو ده اللي انا اخافه، ان احنا دلوقتي فعلا لازم يبقى لنا رئيس. ابن تيميه رحمه الله قال لك لئن ابيت 60 عاما يحكمني حاكم ظالم خيرا لي من ان ابيت يوم بلا حاكم. فطبعا انا مش مع ان احنا يبقى معانا حاكم ظالم، لكن احنا لازم يبقى لنا رئيس. فانا قلت مثلا نعم للتعديلات الدستوريه علشان عايز يبقى في مجلس تشريعي وبعديه رئاسه، مش عشان بقى ده مع ربنا وده ضد ربنا. زي انا كنت بشوف في اللجان حاجات غريبه متعلقه والناس قناعاتها بتبنيها على كلام فاضي. انت واضح ان في حاجات كتير مضايقاك يا دكتور. طب انا هقول لك على حاجه علشان ما نخرجش عن موضوعنا النهارده بالنسبه لرمضان، لان برضو ده مهم. احنا لما نبدا ننظم نفسنا الدنيا هتتنظم، يعني لو الافراد يتنظموا فالمجتمع بالتالي هيتنظم طبعا. فشايف عموما قبل عشان احنا وقتنا قرب ينتهي 1 2 3 ايه اللي ممكن كل واحد فينا يعمله بشكل فردي علشان كلنا في الاخر نقضي على حاله الفوضى دي؟ احنا نبتدي من النهايه. كل واحد كده انا عايزه يفكر يوم صلاه العيد وهو صاحي عايز يكون انجز ايه في رمضان. في ناس بتبتدي اول يوم بتقرا جزء وجزئين وبعد كده بعد ثالث رابع يوم ولا يقروا حاجه وينزلوا يشيشوا ويشربوا سجاير. اقرا صفحه كل يوم، ما تثقلش على نفسك، اقرا صفحه. للصائم عند فطره دعوه لا ترد. ركز عليها. ركز عليها. رب عمل صغير عظمته النيه. فانا اول نصيحه بقولها للناس، لسه رمضان ناقص عليه 3 ايام، ادعي كتير. للصائم عند فطره وقت الفطار ركز وابقى مجهز دعواتك. استغل رمضان ان اصلا علميا خلال 21 يوم اي عاده جديده ممكن تكتسبها. 21 يوم ولا 12؟ لا 21 يوم. 12 يوم. لا 21 يوم وفي علماء بتقول شهر. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه، هم بيربطوها بارقام لكن ترجع برضه لاستجابه الواحد. في زي ما حضرتك ممكن تقولي ممكن 12 يوم يغير، في واحد ممكن يغير بيعمل حق بيوصل لنقطه انكسار بيحصل بعدها نقطه تحول في يوم واحد. لكن العلم بيقول 21 يوم. رمضان شهر فانت بتكسر فيه عاداتك، ما بتصحاش تشرب سجاير، ما تشربش قهوه ولا نسكافيه، حتى الحاجات البوزيتيف او النيجاتيف دي رقم 1. فانت بتكتسب عادات جديده، بتتعلم ان انت ما تخشش في الجدال وكان الانسان اكثر شيئا جدلا، تقول الله اني صائم اني صائم لو حد ضايقك. ثالث حاجه، انا دلوقتي اوله رحمه اوسطه مغفره اخره عتق من النار. زي ما احنا بنطلب من ربنا كده، ربنا بيقول لك في الايه الكريمه اعفوا واصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. يعني انتوا عايزين انا اغفر لكم وانتوا مش عايزين تغفروا للناس. فنسامح بعض. بلاش الرسائل اللي هي فورورد اللي هي كل سنه وانت طيب، تلاقي حد ممكن كاتب تحتيها اسمه فتوصل لي باسم واحد تاني. نخلي الناس يا ريت تحس ببعض اكتر. لما ابعت للاستاذ كريم رساله وهو عارف ان انا بخاطبه هو، هتفرق معاه في شعوره قوي. بالتاكيد. وهتفرق معاه في احساسه قوي. فاول حاجه نلزم الدعاء، ودي مش محتاجه اي مجهود خالص. وقت الفطار نفتكر بس ندعي ربنا. العادات اللي احنا هنكتسبها ايجابيه. احنا بعد رمضان على فكره حضرتك في اتعمل بحث، الاطفال بيبقوا عايزين يصوموا العيد، خلاص اتعودوا، نمط حياه، لايف ستايل. طب احنا ليه ما نستمرش في العادات الايجابيه؟ العادات الايجابيه ازاي هنرصدها؟ لازم نعمل حاجه اسمها ارهاف للحواس، نشوف ايه الحاجات الايجابيه اللي احنا قدرنا نوصل لها. حاجه اخيره، كان في سؤال اللي هو ان اليوم بيعدي بسرعه. لان اليوم بيعدي بسرعه ليه؟ لان في شقين، في ناس بتشتغل وطبعا الشغل بتكروته بعد كده تروح تنام، وفي ناس اصلا بتنام على الساعه 7 8 الصبح فبتصحى على الفطار، فاليوم طبيعي جدا بيبقى صغير. تعالى نشوف مدام هاله اللي معانا على التليفون من اي فريق من الفريقين. مدام هاله مساء الخير. اهلا مساء الخير. كل سنه وحضرتك طيبه. وانتم جميعا طيبين. انا في الحقيقه والله انا عمري ما عملت مداخله في برنامج، بس انا يعني الصراحه انا بحترمكم جدا جدا انكم انتوا جبتوا حد زي الدكتور عمرو اللي اول مره برضو بسمعه. وانا كنت مدخله البرنامج بتاعكم ده برنامج يعني ايه، حاجه هنتكلم على الاكل على رمضان والشرب والعادات. نتكلم في كل حاجه يا فندم.
كل حاجه مدام هاله، احنا بنتكلم في كل حاجه. وطبعا وده بسبب ان كل البرامج وكل الفضائيات حاله من الشحن وحاله من بجد الواحد داخل على مرحله اكتئاب شديده او ما كانش فيها فعلا يعني. فانا اول مره يعني يا ريت تستضيفوا الدكتور عمرو في برامج اخرى كتيره وامثاله، لان احنا دلوقتي في حاله من يعني انا حزينه جدا.